يا مساء الفل عليكم، ازيكم؟ تعالوا نعمل مع بعض احلى والذ مربى مشمش هتعملوها. حاجه كده في منتهى الجمال يا جماعه. طبعا انا قطعت جزء كده من كميه المشمش اللي كانت عندي وسبت لي طبق صغير، قلت اوريكم احنا هنعمل ايه. اول حاجه انا المشمش بغسله كويس جدا وبعدين بنشفه. تمام. وبعدين ببتدي اني انا اخده وانضف النوى اللي فيه بالشكل ده. شايفين الجمال؟ هبتدي بقى ان انا اشيل النوى. بعد ما بشيل النوى ببتدي اخد المشمش في المرحله دي اني انا بوزنه. رفعته على الميزان وزنته، ضروري يكون معايا كيلو مظبوط، كيلو صافي. تمام كده. بعد ما شيلنا النوى ببتدي بقى بعد ما بنضف بقى الكميه كلها ووزنتها تمام. طبعا وانا بنضفها وبشيل النوى لو لقيت اي مشمش او اي مشمشيه يكون فيها جزئيه تكون فيها سواد او حاجه زي كده، ببتدي اشيلها بالسكينه على طول. تمام. ضروري تكون الفاكهه اللي بتستخدميها للمربى تكون فاكهه فريش وتكون متماسكه كده وماسكه نفسها وحلوه. ليه؟ لان ده هيضمن لك ان هتاكلي احلى مربى. يعني بصراحه ده اللي هيفرقها ان انت تكون مختلفه ازاي عن بره. ان انت عامله مربى انت اللي عارفه كويس قوي انت عاملاها ازاي، منقيه الفاكهه بايديكي وعارفه انت جايبه ايه. وفاكهه متماسكه. شايفين المشمش متماسك ازاي وانا بقطعه؟ هو ده المطلوب. المطلوب ان انا عشان اعمل مربى اعمل مربى طبيعيه فريش، وده هيحافظ كمان كل ما اختاري الفاكهه تكون حلوه وفريش. ده هيحافظ معايا على المربى وتقعد معايا مده اطول في التلاجة. تمام كده. ده سواء بقى في التين، في المربى، في قصدي في مربى التين عفوا، وفي مربى الفراوله، مربى المشمش. اي نوع فاكهه هنعملها مربى ضروري تكون الفاكهه تكون صابحه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله على شكل المشمش؟ هبتدي بقى بعد ما وزنته كيلو مظبوط هحطه في الحله وانزل عليهم بكوبايتين من السكر الناعم، حبيبات ناعمه. تمام كده. سكر عادي خالص بس حبيباته ناعمه. وابتدي اقلب بقى المشمش كله واغلفه بالسكر. كل حبايه من التين كده، من المشمش عفوا المتقطعه تكون متغلفه بالسكر. وبعدين هرفعها على درجه على النار تكون النار متوسطه، وارفعها بقى ارفع الحله ايه على النار. تمام كده. بعد بقى ما قلبته خلاص هرفعها بقى على النار. طبعا هسيبها هنا. هنلاقي الاول السكر داب. عايزه اقول لكم ان المربى ما تسيبوهاش اطلاقا. عينكم عليها دايما، على طول بتقلبوها ومتابعينها. ليه؟ لان المربى من يعني من الحاجات الحساسه قوي اللي تلاقيها على طول ممكن تكون تتلسع منك، لان ده سكر مهما كان اللي احنا حاطينه، فضروري ان احنا بنقلبه وبنتابعه على طول. اول ما غليت بالشكل ده نزلت بعصير ليمونه كامله واقلب بقى كويس جدا. واسيبها برضو على النار متوسطه بتغلي. هسيبها لمده ساعه. يعني مربى اللي هو الكيلو كيلو المشمش عندي ده انا عملت مربى المشمش تقريبا في ساعه. خدت معايا ساعه بالظبط. وبعدين ببتدي بقى بالمعلقه اشيل بقى الوش ده. تمام. على قد ما تقدري. وطبعا برضو سايباها برضو على النار تكون بتغلي بالشكل ده، وكل شويه بجدد تقلبها وبقلبها كل شويه في خلال الساعه مش سايباها. بعدين بعد الساعه طلعت معايا بالجمال ده. شايفين الجمال؟ حاجة كده في منتهى الجمال يا جماعة. ريحتها تحفة. وعايزة اقول لكم ان طعمها رهيب. رهيب رهيب. حلوة جدا. وعايزة يعني اقول لكم ان دي هتبقى احلى مليون مرة في اي حلويات احنا بنعملها، سواء البيتي فور، الباستا فلورا، الدنش. في حلويات كتير بندخل فيها المشمش. وبصراحة هتكون تحفة. والبسكوتات اللي بنحط فيها كمان مربى المشمش. لا بصراحة حكاية يا جماعة، حكاية. جربوا طريقة مربى المشمش دي، استخداماتها كتير. وغير ان كمان تاكلي منها احلى سندوتش برضو. بصراحه تحفه. انا طبعا البرطمانات الازاز البرطمان، هم خدوا معايا برطمان البرطمان الكبير ده وبرطمان صغير زيه. حطيتهم في الميكرويف لمده دقيقه يتعقموا وبعدين خرجته. وبعدين ابتديت ان انا احط فيه المربى بالشكل ده. شايفين ما شاء الله؟ عملت لي المقدار ده مقدار الكيلو مش صافي بالظبط. حطينا عليه كوبايتين من السكر وليمونه، بس مكونين وبس عملنا الجمال ده. حاجه كده حكايه يا جماعه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات عايزين مربى ايه كمان. عايزه اقول لكم جربوا برضو مربى التين، حلوه قوي قوي قوي، والموسم بتاعه التين موجود. والمشمش يلا الحقوه واعملوا احلى والذ مربى مشمش. طبعا انا قطعت المربى وانا بعملها. كنت مقطعه مكعبات المشمش، ما عملتهاش بيوريه. مش مشكله خالص. يعني لو انت عايزه تعمليها بيوريه خالص لحشو اي بسكوت او كده، تقدري ان انت بالهاند بلندر. يعني عايزه اقول لك هتضربيها ضربه واحده لان هي اصلا دايبه خالص ومش باين فيها مكعبات. هي خطيره، حلوه جدا جدا. طالما انت كمان مقطعاها قطع صغيره فهتكون هي كده كده اصلا ناعمه.
عملت بقى السندوتش الجميل ده وقلت ادوقها، وبصراحة كانت طعم حكاية. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانتظروني ان شاء